بصوا بقى معلش بقى سامحوني في الفيديو ده لان انا اخش في الموضوع على طول وما تتخضوش من شكل المطبخ، لان انا المية قطع عندي بقالها 4 ايام متواصلة ما جاتش دقيقة، 4 ايام بالظبط وبدون اي مقدمات ولا حتى قالولك ان المية هتتقطع ولا اي حاجة. ده بعد بقى ما تحس ان المية خلاص بقالها يوم ومفيش اي نتيجة ومحدش اصلا ما عبرت، يكتبولي كده نأسف لقطع المية لمدة 8 ساعات، ماشي كاتبين 8 ساعات ليه كسر في الماسورة العمومية في منطقة كذا وهيتم تصليحها خلال ال8 ساعات دول. انتوا قلتوا 8 ساعات مش 4 ايام ولا 8 ايام حضرتك، يعني 4 ايام متواصلة المية مقطوعة ما جاتش دقيقة. شوفي بقى انت لو محوشة اصلا مية، المية خلاص خلصت، مية الشرب خلصت، مية اللي انت هتطبخي بيها خلصت، المية بتاعة التويلت خلصت، خلاص بقى هتعملي ايه؟ كتير بجد. وبجد الناس اللي عندها اطفال الله يكون في عونها، واللي عندهم كمان ناس كبيرة الله يكون في عونها بجد، وحسبي الله ونعم الوكيل. فيعني الفيديو ده بقى استحملوني مع فيه لان بجد انا غسلت كمية مواعين، لاني دوت 4 ايام فطار بقى وغدا وشرب شاي بقى شرب نسكافيه، فدول 4 ايام، فمعرفش اصلا المواعين دي كلها جت منين. يعني بجد مش عارفه اقول لكم ايه، بجد الواحد خلاص بجد جاب اخره. انا ما بحبش انقل لكم طاقه سلبيه، بس بجد انا غصب عني انا خلاص بجد كنت تعبانه قوي، فقلت ان انا اطلع اتكلم معاكم وموريكم الكارثه اللي انا فيها. بجد نشكر ربنا على نعمه الميه اللي في حياتنا اللي في بيتنا، والنعمه اصلا ان انت قاعده في بيت والباب مقفول عليكي وحاسه بامان وقاعده ما بين جدران. يعني الميه اللي نازله من الحنفيه دي انت ممكن طول ما هي موجودة عندك انت مش حاسة ان هي نعمة، بس هي لا نعمة. انا في ناس اصلا ما المية دي ما بتدخلهمش اصلا بيتهم، وبيضطروا ان هم يروحوا في مكان بعيد يملوا مية، او في عربية مثلا عربية مية بخزان كده بتيجي توزع عليهم مية. فبجد الحمد لله والف شكر والف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة. فانا اصلا ما عملتش حاجة النهاردة غير اللي انا روقت المطبخ وغسلت المواعين وشلت المواعين وروقت الدنيا وغسلت الرخامة طبعا ومسحت الارض. وبكرة باذن الله هنزل لكم فيديو بقية ترويق الشقة، لان طبعا ما فيش مية انتوا عارفين 4 ايام كتير اللي انت ما تعمليش اي حاجة في تنظيف الشقة او ترويقها او تمسحها. هي الشقة متروقة بس الأرض طبعا فيها تراب، الترابيزات فيها تراب. أنا فعلا قلت لو المية قعدت أكتر من كده أنا كنت ناوية فعلا أمشي وأسيب البيت وأروح عند ماما وأسيب البيت بقى كده يضرب يقلب بالمية المقطوعة دي، لان بجد انا خلاص كنت جايبه اخر، بس مرضتش وقلت كل يوم يعني كنت كل شويه لا الميه دلوقتي هتيجي واروح افتح الحنفيه. انت عارفه حتى لو انت قاعده اهو مش شغاله بالميه بس حاسه بامان ان في ميه في الحنفيه، واي وقت هتخشي التويلت او اي وقت هتروحي تحبي تعملي حاجه هتلاقي ميه موجوده. وكنت اوقات كتير بفكر مثلا ان انا اجيب غدا من بره، يعني اجيب اكل من بره، بس بقعد افكر اقول طب انا اصلا في البيت اهو وحاجتي مش عارفه اتصرف في الميه، امال المطاعم بقى والاكل بتاع بره اصلا هيغسلوا ازاي؟ اللي بيعمل اكل ده هيغسل ايده ازاي؟ الاواني نفسها هتتغسل ازاي؟ فلا انت اوعي تفكري مثلا لما تلاقي المية مقطوعة عندك تقولي خلاص انا هجيب اكل من بره. طب اذا كان انت قاعدة في بيتك مش عارفة تتصرفي، المطعم بقى هيتصرف ازاي؟ اكيد هيحطلك الحاجات من غير ما يغسلها. انا بقى كده خلاص غسلت المواعين وابتديت ان انا املى الازايز المية، لان طبعا كل المية خلصت، كل ازايز المية خلصت. شلت بقى المواعين خلاص في مكانها، بس انا فعلا خدت وقت كبير لاني غسلت بقى كل حاجة. كل ده اصلا كان قبل الفطار، يعني ده على فكرة كمان اليوم الخامس، يعني ده مش اليوم الرابع، لا ده اليوم الخامس، كان بعد الظهر كده او قبل صلاة العصر بحاجة بسيطة. قلت ان انا اقوم الحق نفسي كده واغسل المواعين قبل ما يقطعوها تاني، لان انا ما كنتش عارفة ان هما يقطعوها تاني ولا لا، لان اوقات كتير كانوا بيعملوا كده. وروقت كمان الظرف بتاعة المطبخ، بس انا ما قدرتش ان انا اصور لكم كل المطبخ الصراحة، كل الترويق، لان بجد انا كنت خلاص فاصلة وكنت جعانة جدا بس مش قادرة ان انا اكل، لان كنت خايفة المية تتقطع تاني، فقلت ان انا انجز قبل ما يقطعوها علينا تاني. عملت بقى ساندوتش كده بسيط وكوباية شاي بلبن، حطيت دوت جبنة بيضة او مايونيز مش فاكرة بصراحة، بس تقريبا جبنة بيضة، يعني انا بقول لكم اللي انا بجد كنت مهيسة.
وكنت جعانة، فبصوا كنت عايزة اشوف اي حاجة قدامي واكلها. اقول لكم بقى ان انا بعد ما فطرت رحت غسلت ونشرت، وكمان عملت الغدا وكلت بقى من هنا وخلاص تنحت، ما بقتش فعلا قادرة حتى ان انا اقوم اشيل الاكل، كنت قاعدة مش قادرة اقوم من مكاني. انا عارفة كده هيظهر كده واحدة لذيذة وجميلة هتقولي وانتي عملتي ايه يعني، ما كانوش كوبايتين ولا طبقين؟ لا انا عملت حاجات كتير بس انا ما صورتهاش لان كنت حابة ان انا انجز قبل ما المية تتقطع تاني، لان كمان التصوير بياخد مني وقت. فقفلت الكاميرا بصراحة وقلت بقى ان انا اخد بقى المطبخ كله بالظرف بكله بالبوتاجاز بالسيراميك، وغسلته بقى غسلة محترمة بجد. قلت بقى بالمرة يعني، انا مش عارفة هما قطعوا المية امتى وهيجيبوها تاني امتى، غير بقى ان انا قمت غسلت مرتين ومليت بقى الازايز ومليت الجلاكن تاني عملت شوية حاجات كتيرة، وكمان انا وقفت على رجلي حبة كتيرة يعني، فالرحمة حلوة. فانا بقى محتاجة من اخواتي ومن صحابي الامارات يكتبولي كده كومنتات حلوة ويكتبولي كلمتين حلوين اللي هما يحفزوني كده وينسوني تعب اليوم، لان بجد انا والله تعبت قوي. فانا عايزاكم بقى ان انتوا تطبطبوا عليا بالكلمة الحلوة اللي انتوا هتكتبوها لي، وما تنسوش بقى الاشتراك بتاعكم واللايك الجميل بتاعكم اللي انا بستناه كل مرة. قلت بقى افطر واظبط دماغي كده ومودي بكوباية شاي بلبن، انما ايه بجد كانت حكاية، حاسة ان انا بقالي كتير مشربتش شاي بلبن، انا كنت بحافظ بجد على كمية المية اللي عندي، انتوا مش متخيلين بجد يعني، الحمد لله. عملت بقى احلى كوباية شاي بلبن وعملت احلى ساندوتش بجد كان طعمه خطير، وكنت جعانة قوي وشبعني بجد الحمد لله. وكمان سقيت الزرع، انا كنت حاسة ان الزرع عايز يتنفس بجد بالمية، انا كنت بسقيه بس ما كنتش بقى بسقيه يعني بكمية المية اللي هو محتاجها، فكنت بسقيه كده شوية مية صغيرين عشان يعني المية ما كانتش كتير الصراحة. سقيته بقى وغسلته كده، ومش عارفة الصراحة صورتلكم ولا لأ، بس انا هحاول باذن الله اصورلكم الزرع بتاعي وهوريكم البلكونة بتاعتي بعد ما افرشها. بس كده هستنى اللايكات بتاعتكم وباي باي.